أهلا بكم مرة تانية. النهاردة المصادر اللي معانا بتحاول تفك لغز، يمكن أكبر لغز في الكون: الحياة. إيه هي؟ جات منين أصلاً؟ وإيه اللي بيحركها بالظبط؟ المصادر دي بتاخدنا في رحلة كده جوه الأسئلة دي. فعلا الموضوع المرة دي مثير جدا. المصادر بتعرض أفكار وتساؤلات ممكن نقول جريئة شوية عن طبيعة الحياة. يعني بتشكك في حاجات أساسية كنا فاكرينها مسلمات، زي الخط الفاصل بين الحي والميت أو حتى النظام والفوضى. يعني بتخلينا نسأل بجد بقى، هل الحياة دي مجرد صدفة؟ تفاعلات كيميائية معقدة وخلاص؟ بالظبط. ولا في سر تاني، نظام معين ماشية بيه؟ ده السؤال الكبير اللي المصادر بتحاول تقرب منه. طيب خلينا نمسك الخيط واحدة واحدة. أول نقطة لفتت نظري في المصادر هي المقارنة الغريبة دي بين الكائنات البسيطة قوي والكائنات المعقدة اللي زينا. النقطة دي مهمة جدا. المصادر بتقول إن الكائنات الأولى اللي هي وحيدة الخلية زي البكتيريا والأميبا وكده، الكائنات دي نظرياً كانت ممكن تعيش للأبد. يعني ما كانش عندها مفهوم الشيخوخة أو الموت اللي في جيناتها ده. إزاي يعني؟ هي كانت بتنقسم، الخلية تبقى 2 والاتنين مطابقين للأصل، فمفيش فرد بيموت عشان يجي فرد جديد. الموت بالنسبة لها كان حاجة خارجية، حادثة يعني، ظروف مش مناسبة، كائن تاني ياكلها كده. لكن مع الكائنات المعقدة بقى، اللي خلاياها كتير وبتتكاثر جنسيا، الوضع اختلف. تماماً. ظهر اللي بنسميه الموت المبرمج، يعني الكائن بقى متصمم إنه يموت بعد فترة معينة. طب وليه؟ إيه الحكمة يعني؟ المصادر بتربط ده بالتكاثر الجنسي والتطور. لما بقى فيه خلط جينات بين الأب والأم، التنوع بقى هو الأهم. الفرد نفسه ما بقاش مهم يعيش للأبد، المهم إن النوع ككل يتطور ويتكيف بسرعة. فالموت بقى زي ضريبة بندفعها عشان التنوع والتطور ده يستمر. بالظبط، كأن الفرد بيسلم الراية للجيل الجديد بتركيبات جينية مختلفة وبعدين دوره ينتهي. المصدر جايب مثال فظيع: اللي هو؟ ذبابة مايو. الحشرة دي حياتها كلها تحضير ليوم واحد بس، تتجوز فيه وبعدين تموت على طول. ياه، يعني الحياة الفردية مجرد وسيلة لتمرير الشعلة؟ ممكن نقول كده، الموت بقى جزء أساسي من دورة حياة الكائنات المعقدة. طيب، ده يودينا لمنطقة تانية أكثر حيرة في المصادر: الفيروسات. الحدود بين الحياة والموت نفسها. المصدر بيستخدم تشبيه غريب قوي: الفيروس ودراكولا. إيه العلاقة؟ التشبيه ده بصراحة عبقري، لأنه بيوضح قد إيه الفيروس ده كيان محير جدا. هو في حد ذاته بره الخلية الحية مجرد مادة كيميائية، جماد، ممكن يتبلور زي الملح كده. يعني ميت تماماً؟ يعتبر ميت خامل، لكن أول ما يلاقي الخلية المناسبة ويلمسها بيحصل التحول بقى. بيدخل جواها، يسيطر عليها ويخليها مصنع ينسخ منه آلاف النسخ. كأنه بيصحى. بالظبط، بيصحى للحياة على حساب الخلية اللي بتتدمر في الآخر، زي دراكولا اللي ميت حي وبيعيش على دم غيره. ده فعلا بيخلي الخط الفاصل بين الجماد والحي مش واضح خالص. هو ده اللغز. الفيروس مش بيستوفي كل شروط الحياة اللي نعرفها، زي إنه ياكل ويخرج فضلات وكده، لكنه بيتكاثر وبيتطور. وده بيخلينا نسأل، هو تعريفنا للحياة كامل أصلاً؟ سؤال وجيه جدا، وده يمكن بينقلنا للنقطة الثالثة المهمة في المصادر. اللي هي النظام والتعقيد. أيوة، النظام المذهل اللي في الكائنات الحية. المصادر جايبة أمثلة تخلي الواحد يقف ويفكر. زي إيه مثلاً؟ زي دقة نبتة عباد الشمس وهي بتلف مع الشمس طول اليوم عشان تاخد أكبر كمية ضوء. أو مثلاً رقصة النحل اللي المصادر بتتكلم عنها، طريقة معقدة جداً بيوصلوا بيها البعض معلومات دقيقة قوي عن مكان الأكل. صح. أو قدرة كائن زي أبو بريس إنه يرجع ديله تاني بنفس الشكل بالظبط بعد ما يتقطع. سبحان الله. هنا بقى السؤال الكبير اللي المصادر بتطرحه: هل كل ده، كل النظام والتعقيد ده، ممكن يكون مجرد صدفة، تراكم طفرات عشوائية وخلاص؟ هنا بتيجي النظريات العلمية زي الداروينية والانتقاء الطبيعي، وهي بتفسر جزء كبير طبعاً. أكيد. لكن المصادر بتشاور على نقط محتاجة وقفة، زي الجمال. ليه الطاووس عنده الريش الملون ده كله؟ أو الفراشات بألوانها دي؟ هل ده كله ليه وظيفة مباشرة للبقاء؟ سؤال صعب. والأصعب منه التعقيد الموجه، زي عملية التمثيل الضوئي في النبات، اختراع معقد وفعال بشكل لا يصدق. هل ده مجرد تراكم طفرات عشوائية
ولا كأن في تصميم ذكي؟ يعني المصادر بتلمح لوجود بصمة تصميم أو ذكاء معين ورا الموضوع. هي مش بتقول كده صراحة، لكنها بتفتح باب التساؤل ده بقوة. هل الآليات اللي نعرفها كافية لتفسير كل حاجة؟ كل النظام ده والجمال ده؟ ولا ممكن يكون في طبقة تانية من القوانين أو المبادئ اللي بتحكم الكون والحياة اللي لسه مش فاهمينها كويس؟ طيب في النهاية، إيه أهم فكرة نطلع بيها من المصادر دي؟ أعتقد أهم فكرة إن لغز الحياة لسه مفتوح على مصراعية. العلم بيكشف كتير وده عظيم، لكن كل اكتشاف بيجيب أسئلة جديدة وأعمق. الحياة زي ما المصادر بتقول شكلها كده أكتر بكتير من مجرد كيمياء بتحصل بالصدفة. في نظام، في معلومات، في دافع غامض للاستمرار والتطور وحتى الجمال. ويمكن دي الفكرة الأخيرة اللي ممكن نسيبها للناس تفكر فيها. لو الخطوط اللي كنا فاكرينها واضحة قوي بين الحي والميت، بين المادة والعقل، بين الصدفة والنظام، لو الخطوط دي بدأت تبقى بهتانة ومش قاطعة، ده يغير إيه في فهمنا للكون كله والمكان إحنا فيه؟